الرمضانية هنا على ملعب الكابتن شرار حيدر لحساب الجولة 22 في دوري نجوم العراق في موسم 2025-2026. نادي النفط بقيادة طبعا المدرب عادل نعمة يدخل بحراسة المرمى حسين علي جولي وجويل تشوف كرار سالم سيف كريم حبيب محمد علي ماجد عمار غالب محمد المرمور حسام جاد الله وموتاري أمادو وجعفر عبيس. هكذا هي تشكيلة وكتيبة نادي النفط في هذا اللقاء. بينما على الجانب الآخر نادي النفط أو نادي النجف بقيادة طبعا المدرب جاسم سلطان يدخل بحراسة المرمى محمد أبو خليل ومحمد جاسم علي فائز أحمد نعيم محمد حسن حسين عباس جونيور هارسون نور المصطفى غانم إيفان إيفياني ورضا فاضل إبراهيم هارون. هكذا هي تشكيلة وكتيبة نادي النجف في هذا اللقاء، ونتمنى أن نشاهد مباراة جميلة في هذه المواجهة. طبعا الطاقم التحكيمي لهذا اللقاء حسين صبيح حكما لهذه المباراة، بينما أمير داود مساعد أول، أكرم عدنان مساعد ثاني، أحمد قاسم حكم رابع، بينما يوسف سعيد وحيدر عبد الحسن حكام في غرفة الفار. هكذا هو الطاقم التحكيمي في هذا اللقاء. صافرة البداية للحكم حسين صبيح حكما لهذه المباراة التي تجمع نادي النجف بمواجهة نادي النفط. نادي النجف في هذا اللقاء في هذه المباراة في هذا الموسم الصعب. طبعا نادي النجف على يسار الشاشة بالقمصان البيضاء، بينما نادي النفط بالقمصان الكحلية على يمين الشاشة. أتمنى أن نشاهد مباراة جميلة في هذه المباراة. كرة اللعب من هناك على جهة اليمين في محاولة لمصلحة نادي النفط، ولكنها وصلت عند دفاعات النجف. محاولة للأمام ولكن هناك صافرة ومخالفة وخطأ يأتي لمصلحة نادي النجف في هذه اللحظات، لمصلحة محمد جاسم. محمد جاسم في هذه المباراة نادي النجف والظروف الصعبة، وبالتالي هو يحاول من خلال هذا اللقاء إرضاء جماهيره الكبيرة والنتائج الغير مرضية لجمهور النجف في المباريات السابقة. بالتالي هو في هذا اللقاء يحاول أن يحقق نتيجة إيجابية في هذه المباراة. كرة لمصلحة نادي النجف، محاولة صنع فرصة جديدة من هناك على جهة اليسار، تحرك يأتي وتقدم للأمام، محاولة التقدم والوصول، ولكن هناك صافرة ومخالفة أخرى، مخالفة بهذه اللحظات لمصلحة نادي النجف. مباراة صعبة لا شك في ذلك. نادي النفط الذي لعب 20 مباراة، طبعا لأن نادي النفط لديهم مباراة مؤجلة في هذا الموسم لغاية الآن، لكن نادي النجف الذي لعب 21 مباراة لغاية الآن بالنسبة لنادي النجف، 21 مباراة كاملة في هذا الموسم بالنسبة لنادي النجف. كرة اللعب، نادي النفط الذي فاز ب6 مباريات في هذا الموسم، بينما نادي النجف فاز فقط في 3 مباريات. 3 مباريات فاز بها نادي النجف في هذا الموسم.
لا زالت النتيجة بدون أهداف في أحداث هذا اللقاء. كما تحدثت في هذا الموسم بالنسبة لنادي النجف الذي فاز فقط ب3 مباريات وتعادل في مباراة، بينما نادي النفط الذي فاز ب6 مباريات وتعادل في 6 مواجهات. لكن هنا لدينا خطأ يأتي مصلحة نادي النجف. هسه نشاهد هدف يأتي في بداية هذا اللقاء بالنسبة لنادي النجف. هنا تسديدة قوية للأمام ولكنها وصلت بإحضان حارس المرمى حسين علي جولي. حسين علي جولي اللي سبق وان قد مثل نادي أربيل. هذه التسديدة وصلت سهلة لحسين علي جولي. كرة لمصلحة نادي النجف. نادي النجف قادم من خسارة أمام نادي الميناء بهدف نظيف، وعلى الجانب الآخر أيضا نادي النفط قادم من خسارة أمام نادي الكرخ بهدف نظيف، وبالتالي كلا الفريقين يحاولون التعويض من خلال هذه المباراة. هذا إبراهيم هارون محترف النيجري، وبالتالي نجف يدخل هذه المباراة برغبة بجدية واضحة لتسجيل وتحقيق الانتصار من خلال هذا اللقاء وإرضاء جماهير النجف الكبيرة التي تنتظر عودة لهذا الفريق. غزلان البادية الذي تعودنا أن نشاهدهم في المراكز المتقدمة في جدول الترتيب، ولكن في هذا الموسم هو في أسوأ مواسمه ويحاول الهروب من المراكز المتأخرة. كرة لمصلحة نادي النجف. هذه كرة أمامية في وسط الميدان، استلم لف ودار محاولة التقدم للأمام، لكن هناك صافرة مخالفة وخطأ يأتي لمصلحة نادي النجف، لمصلحة محمد حسن. محمد حسن لاعب نادي النجف، صافرة وخطأ ومخالفة لمصلحة غزلان البادية في هذا اللقاء. مباراة الذهاب كانت في الجولة 9، كانت هناك في ملعب النجف، انتهت بالتعادل السلبي في تلك المباراة، تعادل سلبي. ولكن هذه المباراة هنا في ملعب الكابتن شرار حيدر هسه نشاهد أهداف. لا يهمنا من يفوز، المهم أن نستمتع بأحداث هذا اللقاء. كرة أمامية مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية، رمية تماس لمصلحة نادي النفط. نادي النفط الذي فاز في 6 مباريات. بالنسبة لنادي النفط فاز على القاسم، فاز أيضا على الطلبة بقرار اتحادي، وأيضا فاز على نادي أمانة بغداد، وأيضا فاز على نادي ديالى والكهرباء. بينما آخر مباراة كانت في الجولة 20 والفوز على نادي أمانة بغداد بهدفين لهدف. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى تماس، رمية جانبية بهذه اللحظات لمصلحة نادي النجف. هذه الكرة الماضية رمية تماس. نادي النجف فاز فقط ب3 مباريات في هذا الموسم. بالنسبة لنادي النجف وضع صعب جدا لغزلان البادية في هذا الموسم. نادي النجف فاز على الطلبة بهدف نظيف، وفاز على نادي أمانة بغداد بهدف نظيف، وحصل على فوز بقرار اتحادي على نادي القاسم. كانت في الجولة 17. كرة لمصلحة نادي النجف. هذه كرة أمامية خطيرة داخل منطقة الجزاء، ولكن التغطية والإبعاد والكرة مرت إلى رمية جانبية، رمية تماس، رمية جانبية لمصلحة نادي النجف بهذه اللحظات. حكم المباراة حسين صبيح. كرة لمصلحة نادي النجف من أحمد نعيم،
محاولة التقدم والمرور، أحمد كرة قطعت عادت لمصلحة نادي النفط أمامية وتقدم وسرعة على جهة اليمين. هسه نشاهد أهداف في هذا اللقاء، لأن مباراة الذهاب كانت هناك بتعادل سلبي. هذه كرة أمامية، محاولة الوصول ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. لازلنا لم نشاهد أي فرصة خطيرة في أحداث هذا اللقاء. النتيجة لا زالت سلبية في هذه المباراة. نادي النفط تعادل في 6 مباريات في هذا الموسم، 6 مباريات تعادل بها نادي النفط في هذا الموسم. تعادل مع الكرخ بهدفين لهدفين، وتعادل سلبي مع دهوك والجوية، وكذلك مع النجف، وأيضا مع الميناء ومع الزوراء. هذه المباريات التي تعادل بها بالنسبة لنادي النفط، بينما المباريات التي تعادل بها نادي النجف تعادل في مباراة فقط. بالنسبة لنادي النجف تعادل مع النفط. مباراة الذهاب في هذا الموسم هي المباراة الوحيدة التي تعادل بها نادي النجف في هذا الموسم. نتائج غير ملبية للطموح أبدا بالنسبة لغزلان البادية في هذا الموسم. كرة من جديد، حاول هناك صافرة مخالفة مصلحة غزلان للبادية. 10 دقائق مرت. هذا علي فايز أحد الأسماء الخبرة المتواجدة بتشكيلة نادي النجف، سبق وأن احترف مع ريزا سبور التركي. بالنسبة لعلي فايز، كرة من هناك لكنها مرت إلى رمية تماس. كرة لمصلحة نادي النجف. النجف أكثر وصول للمرمى، يحاول أن يسجل هدف مع بداية هذا اللقاء. هذا ما نشاهده، هذا ما نتابعه. كرة لمصلحة نادي النجف، رمية تماس، كرة أمامية ولكن التغطية حاضرة من دفاعات النفط. هذه كرة أمامية، تحضير ممتاز للأمام على جهة اليسار، يسار نادي النفط. لعب الكرة عالية وللأمام ولكنها مرت إلى تماس لمصلحة نادي النجف. في الكرة الماضية سيف كريم، وهنا التوجيهات مستمرة لعادل نعمة صاحب 55 سنة، كلاعب طبعا مثل منتخب الشباب مع أنور جسام. كرة من جديد بالراس، لا زالت كرة أمامية بين هذا وذا غير مستقرة. هنا صافرة مخالفة لمصلحة عمار غالب لاعب نادي النفط، اللي سبق وأن مثل نادي الشرطة. بالنسبة لعمار غالب، شوف هذه الكرة الماضية والخطأ لمصلحة نادي النفط. ولكن لو تحدثنا عن الهزائم التي تلقاها طبعا نادي النفط والنجف، النفط خسر في 8 مباريات في هذا الموسم، 8 مباريات. هذه كرة محاولة للأمام ولكنها مرت. هناك صافرة وراية مرفوعة بوجود حالة تسلل، حالة تسلل على لاعبي نادي النجف في الكرة الماضية. هذه الكرة الماضية وحالة التسلل كانت موجودة على نادي النفط، لكن نادي النجف في هذا الموسم خسر 17 مواجهة. يعني نتيجة حقيقة ورقم صعب أن يتقبل طبعا المشجع النجفي في هذا الموسم. 17 مباراة خسرها نادي النجف في هذا الموسم، صعبة جدا. ولكن على الجانب الآخر نادي النفط خسر فقط في 8 مباريات. النفط خسر في 8 مع القرم
وكذلك مع الموصل ونوروز، ومع نادي الغراف أيضا خسر أمام نفط ميسان، وأيضا خسر من أمام أربيل، وخسر مع زاخو والكرخ في المباراة الأخيرة. كرة لمصلحة نادي النجف، أحمد نعيم. طبعا أحمد نعيم سبق ومثل نادي النفط. بالنسبة لأحمد نعيم، هذه كرة لمصلحة نادي النجف، تلعب الكرة عالية داخل منطقة الجزاء، ولكن الإبعاد من جويلة تشوف كاميروني مع نادي النفط. لكن هنا كرة لمصلحة نادي النجف، محاولة المرور، ولكن هناك صافرة. لاعب نادي النجف في الكرة الماضية حسين عباس، رمية تماس لمصلحة نادي النفط. كرة أمامية وصلت لدفاعات النجف. أحمد نعيم عند الكرة يتقدم للأمام، يلعب الكرة عالية، ولكن هناك حضور الدفاعي موجود. لا زالت النجف أكثر رغبة لغاية الآن لتحقيق نتيجة إيجابية. هذه كرة محاولة لمصلحة نادي النجف أمامية، لكن الكرة مرت، تسديدة مرت بأمان خارج أرضية الملعب. السلامة إن شاء الله. شوف هذه الكرة الماضية، التدخل كان موجود على محمد حسن من اللاعب موتاري أمادو من المحترف النيجري. بالسلامة إن شاء الله لمحمد حسن. نادي النفط في هذا الموسم سجل 20 هدف واستقبل 20 أيضا بالنسبة لنادي النفط. ولكن أما نادي النجف في هذا الموسم سجل 15 هدف، ولكن بالمقابل استقبل 37 هدف. رقم صعب جدا من الناحية الدفاعية أن يستقبل 37 هدف نادي النجف في هذا الموسم. النجف ب10 نقاط، ولكن نادي النفط ب24 نقطة. كرة أمامية من حسين علي جولي، بالراس من علي فائز لمصلحة النجف للأمام. محاولة الوصول إبراهيم هارون المحترف النيجري، هذه كرة أمامية ولكن وصلت عند جولي. تلعب الكرة عالية، استقبال، محاولة التقدم، الصافرة موجودة، خطأ يأتي لمصلحة نادي النفط في الكرة الماضية بالنسبة لموتاري أمادو. من الواضح في الصورة المحترف جونيور هارسون، بينما هذا حبيب محمد المحترف الغاني الذي سبق ومثل نادي الحشد. كرة بالراس لا زالت أمامية لمصلحة نادي النجف. هنا صافرة، مخالفة وخطأ، مخالفة وخطأ بهذه اللحظات لمصلحة نادي النجف. لا زالت المباراة بهدوء، لم نشاهد فرص كثيرة ولم نشاهد فرص خطرة. كرة لمصلحة النجف، النور المصطفى غانم يعود بالخلف. أحمد نعيم يلعب الكرة أمامية، ولكن مرت إلى رمية جانبية. أحمد نعيم تحدث عن هذا اللقاء، النتيجة لا زالت سلبية. هسه نشاهد أهداف كما قلت. طبعا مباراة الذهاب كانت بنتيجة سلبية هناك في ملعب النجف، لكن هذا اللقاء هسه نشاهد أهداف في هذه المواجهة. سيف كريم يلعب الكرة أمامية، تحرك وتقدم وسرعة، تلعب الكرة عالية أمامية خطيرة، ولكن مرت هو على فرصة لجعفر عبيس
الذي سجل هدف في مرمى أمانة بغداد. حاول مخادعة حارس المرمى ولكنها مرت بأمان وسلامة. بالنسبة لجعفر عبيس، هذا الواضح في الصورة، اللي طبعا سبق ومثل نادي النجف. كرة أمامية بالراس، لا زالت على جهة اليسار، مرت إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس، تحدث بالنسبة للمواجهات التي جمعت الفريقين. آخر 11 مواجهة جمعت الفريقين فاز نادي النجف ب3 مباريات، بينما فاز النفط ب4 مواجهات، وخيم التعادل في 4 مواجهات بين الفريقين. هنا صافرة وخطأ محمد المرمور المحترف السوري بينه وبين إيفان إيفياني. كرة لمصلحة نادي النجف، كرة أمامية، أيضا رمية تماس. كثيرة هي رميات التماس في هذا اللقاء. هذا الواضح في الصورة، إيفان إيفاني المحترف النيجيري بتشكيلة النجف. رمية تماس، تلعب الكرة أمامية في وسط الميدان. الصافرة وخطأ في هذه اللحظات لمصلحة غزلان البادية. الغزلان تحاول في هذا اللقاء الهرولة والتقدم والهروب من المراكز المتأخرة. لازلنا في الجولة 22، هناك جولات متبقية، الفرصة متاحة لكل الفرق في تعديل مسار وتعديل النتائج السلبية. كرة أمامية لمصلحة نادي النجف في وسط الميدان، استلام يعود بالخلف، حاولت التحرك للأمام ولكن هناك رقابة. الضغط السريع من لاعبي نادي النفط، مرت إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لمصلحة نادي النفط. هذا الواضح في الصورة جونيور هارسون، بينما تشاسب سلطان قادم من نادي الموصل وجاء لنادي النجف بهذه الظروف، طبعا لكونه طبعا هو أحد الأسماء النجفية المميزة بالنسبة لتشاسب سلطان. هذه كرة لمصلحة نادي النجف، مرت إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس لغزلان البادية، كرة أمامية، علي فايز يلعب الكرة بشكل ممتاز للأمام ولكن التغطية والتدخل والإبعاد إلى رمية جانبية. الإبعاد كان من لاعب نادي النفط حبيب محمد المحترف الغاني. كرة لمصلحة نادي النجف بهذه اللحظات، رمية تماس، كرة لا زالت النتيجة لا زالت سلبية، ولكن قد نشاهد شيء في الدقائق القادمة من هذا اللقاء. هنا الصافرة موجودة والبطاقة الصفراء أيضا موجودة، هي البطاقة الصفراء الأولى في إحداث هذا اللقاء على إيفان إيفياني. يتلقى البطاقة الصفراء، هي الأولى في هذه المباراة لمصلحة نادي النفط. شوف هذه الكرة الماضية والتدخل على لاعب نادي النفط عمار غالب اللي طبعا سبق ومثل نادي الشرطة. هنا المحترف النيجيري بالنسبة لإيفان إيفياني اللي طبعا تلقى بطاقة صفراء، اللي سبق ومثل طبعا وفاق سطيف الجزائري. بالنسبة لإيفان إيفياني، شوف هذه الكرة الماضية والتدخل
على عمار غالب. البطاقة الصفراء الأولى إيفان إفياني اللي سبق وأن أيضا مثل الرمادي بالنسبة لإيفان إفياني. ينهض بالسلامة عمار غالب، يستكمل المباراة مع الزملاء. خطأ بهذه اللحظات لمصلحة نادي النفط. هسه نشاهد هدف يأتي لأبناء الكابتن عادل نعمة بمواجهة المدرب كاسب سلطان. خطأ لمصلحة نادي النفط، كرة اللعب عالية وأمامية بالراس لكنها مرت لمصلحة نادي النجف. حاولت الوصول إبراهيم هارون المحترف النيجري اللي سبق وأن مثل نادي ديالى. بالنسبة لإبراهيم هارون، شوف هذه الكرة الماضية بينه وبين عمار غالب. كرة لمصلحة نادي النجف بهذه اللحظات. تحدث عن مباريات يوم أمس في هذه الجولة 22. طبعا الكهرباء خسر من أمام الطلبة بهدفين لهدف، ونوروز حقق انتصار على أمانة بغداد بهدفين مقابل لا شيء. ولكن هناك فوز كان كبير لنادي القرمة ب3 أهداف مقابل لا شيء على نادي الغراف. نتيجة قد تكون مفاجئة، نتيجة كبيرة، ثلاثية. هذه كرة محاولة لمصلحة نادي النجف بهذه اللحظات، لا زالت محاولة ولكن التغطية الدفاعية موجودة والإبعاد إلى رمية تماس رضا فاضل. شوف هذه الكرة الماضية ولكن التغطية الدفاعية كانت حاضرة من حبيب محمد، والكرة مرت إلى تماس. كرة من جديد لمصلحة نادي النجف، أمامية، لا زالت تمريرات، محاولة ولكن هناك صافرة ومخالفة لمصلحة نادي النفط. شوف هذه الكرة الماضية، بالتالي حصل على مخالفة لمصلحة نادي النفط. بينما المباراة الشرطة يوم أمس فاز على نادي الموصل بهدف نظيف. هذه طبعا مباريات يوم أمس في الجولة 22. كرة لمصلحة نادي النفط، أمامية، حاول والدفاع والتغطية النجفية حاضرة. كرة في وسط الميدان لمصلحة غزلان البادية، صافرة ومخالفة لمصلحة نور المصطفى غانم. والبطاقة الصفراء على علي ماجد يتلقى البطاقة الصفراء. علي ماجد اللي طبعا سبق وان مثل نادي القاسم يتلقى بطاقة صفراء بهذه اللحظات، هي البطاقة الصفراء الثانية في هذا اللقاء. كرة لمصلحة نادي النجف، هذه كرة أمامية تلعب للأمام، وجولي على طريقة حراس الألمان اللي دائما ما نشاهدهم يتقدمون للأمام. كرة لمصلحة نادي النفط، يعود بالخلف، تمريرات، محاولة صناعة فرصة جديدة، تأني وصبر بصناعة الفرصة من الخلف. كرة عند جويل تشوف المحترف الكاميروني، يلعب الكرة أمامية، حسام جاد الله لكنها قطعت، عادت لمصلحة النجف بالراس، مرت إلى رمية جانبية. هذا حسام جاد الله كابتن نادي النفط، طبعا سبق وأن مثل نادي نفط البصرة. بالنسبة لحسام جاد الله، علي فايز، كرة من جديد من أحمد نعيم، أمامية، حضور الدفاعي لا زالت لمصلحة نادي النجف. عمار غالب، والرقابة موجودة من نور المصطفى،
في الأخير مرت إلى رمية تماس، الإبعاد من سيف كريم. لدينا طبعا نور المصطفى غانم اللي سبق والمثل نادي كربلاء. كرة لمصلحة أحمد نعيم، لمصلحة النجف. رمية تماس لمصلحة نادي النفط، رضا فاضل سبق والمثل نادي كربلاء، وهنا توجيهات مستمرة لكاسب سلطان، أحد الأسماء النجفية المميزة، وهو طبعا من أعاد نادي الموصل لدور الأضواء، لكن الآن هو مع نادي النجف. كرة من جديد براس، كرة سهلة عادت لمصلحة حسين علي جولي. موسمين لكاسب سلطان مع نادي الموصل، لكن هو كلاعب يعني مثل أشبال النجف في عام 94 بالنسبة لكاسب سلطان. كرة من جديد لا زالت لمصلحة نادي النجف، تلعب الكرة أمامية. براس لا زالت، علي فايز حاول التحرك للأمام، هذه كرة على جهة اليمين ولكنها أقرب لحسين علي جولي. نصف ساعة مرت من عمر هذا اللقاء والنتيجة لا زالت سلبية وبدون فرص خطرة في أحداث هذا اللقاء. ربما قد نشاهد شيء في الشوط الثاني من هذه المباراة. كرة اللعب عالية وللأمام، عادت لمصلحة نادي النجف. تمريرات لغزلان البادية. مباريات الجولة 22 تحدث عن مباريات هذا اليوم. ديالى مع القوة الجوية بنفس توقيت هذه المباراة، بينما لدينا مباراة أربيل مع نادي الميناء، ونادي الزوراء سيواجه نادي نفط ميسان. وتستكمل مباريات هذه الجولة إن شاء الله يوم غد. نادي القاسم سيواجه نادي زاخو، وكذلك نادي الكرخ سيواجه نادي دهوك. كرة لمصلحة نادي النفط على جهة اليسار، سيف كريم يعود بالخلف، يغير الاتجاه من هناك على جهة يمين نادي النفط. تمريرات حاولت صناعة فرصة جديدة، تأني وصبر لكتيبة المدرب عادل نعمة لا زالت لمصلحة نادي النفط. تمريرات آخر 11 مواجهة جمعت الفريقين، فاز النفط ب4 مواجهات بينما فاز النجف في 3 مباريات، والتعادل كان في 4 مواجهات بين الفريقين. هذه طبعا الحديث عن آخر 11 مواجهة بين الفريقين. هذه كرة محاولة لمصلحة نادي النجف والإبعاد من حسين علي جولي في وسط الميدان. الكرة لا زالت الصافرة والمخالفة وخطأ في هذه اللحظات لمصلحة حسام جاد الله. حسام جاد الله الصافرة ومخالفة وخطأ لمصلحة نادي النفط. ولكن الحديث عن آخر مواجهتين بين الفريقين لم نشاهد أهداف. يعني هذه المباراة دائما ما يعني الحديث عن آخر مواجهتين كانت بدون أهداف، انتهت بالتعادل السلبي آخر مواجهتين بين الفريقين. ولكن الحديث عن الأهداف، آخر مواجهة حضرت فيها الأهداف بين الفريقين كانت في 21 أيلول 2024 في الجولة الأولى من موسم 24-25. انتهت تلك المباراة بالتعادل بهدف لهدف.
في تلك المواجهة سجل للنجف دومينيك مندي، بينما سجل للنفط أحمد صبري. هذه آخر مباراة كانت فيها أهداف كما قلت في الجولة الأولى من موسم 24-25، وآخر مواجهتين كانت بالتعادل السلبي. ربما قد نشاهد أهداف في هذا اللقاء، نشاهد ونتابع. لمصلحة نادي النجف يلعب على جهة اليسار، كرة أمامية، تحرك يأتي، لا زالت إلى رمية تماس، رمية جانبية لنادي النجف. نادي النجف النادي الكبير وزدان للبادية الذي تأسس في عام 61 من القرن الماضي 1961، أحد أعرق وأبرز الأندية العراقية التي تمثل المحافظات. بالنسبة لنادي النجف هذه فرصة خطيرة داخل منطقة الجزاء، تسديدة لكنها اصطدت بالدفاعات النفطية. كانت فرصة مواتية لغزلان البادية أن يفتتح أهداف اللقاء ولكن ضاعت، بينما فرصة لمصلحة نادي النفط. هذا عمار غالب خطير يحاول المرور، ولكن علي فايز حاضر في الموعد. عادة سيف كريم، كرة بالراس. نتمنى أن نشاهد مباراة أسرع أجمل، نشاهد فيها فرص. عمار غالب، كرة أمامية، المرمور حاول بهذه الكرة، قطعت من أمامه، عادت لمصلحة نادي النجف من إيفاني فياني على جهة اليسار. هذا إيفاني يعود بالخلف لدفاعات النجف، تحرك للأمام. جونيور هارسون يغير الاتجاه، كرة خطرة لمصلحة نادي النفط. هذه فرصة مواتية لهز الشباك، ولكن لا زالت خطيرة لمصلحة نادي النفط داخل منطقة الجزاء. تسديدة لكنها اصطدت في الدفاع النجفي. لا زالت محاولة لمصلحة حسام جاد الله. حسام عند الكرة يحاول المرور من أمام الدفاعات النجفية، ولكن الإبعاد إلى ركنية، إلى ركلة ركنية. عتب من أحمد نعيم، ركنية لمصلحة نادي النفط. وتوجيهات مستمرة للمدرب شاسب سلطان. نظرة على هذه المباراة ونظرة على أحداثها. الركنية نفطية بهذه اللحظات. هسه نشاهد هدف يغير أجواء المباراة ويحرك المياه الراكدة في هذه المواجهة. نشاهد ونتابع. هنا ركنية لمصلحة نادي النفط، كرة اللعب عالية على مستوى القائم الثاني بالراس. هذه فرصة جول. الله، الأول يأتي لمصلحة نادي النفط. كنت أشعر أن هناك هدف قادم، جاء لكي يسجل نادي النفط أول أهداف المباراة. الله 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 الله، كنا نحتاج هدف يغير الأمور، يغير أجواء المواجهة. جاء الهدف عن طريق هذا المحترف الكاميروني. جول لجويلت شوف يسجل بهذه اللحظات للكاميروني بارتقاء ممتاز ومتابعة ممتازة. يأتي بهذه اللحظات النفط لكي يسجل بهذه اللحظات الهدف الأول. جول يأتي لمصلحة نادي النفط، يغير ويحرك المياه الراكدة في هذه المواجهة. لم يستطيع التصدي لها محمد أبو خليل. يسجل جويلت شوف الهدف الأول في هذه المباراة. الكاميروني يسجل ويقص شريط الأهداف. جويلت شوف الهدف الأول لمصلحة نادي النفط. جويلت شوف هذا اللي طبعا سبق ومثل نادي كربلاء بالنسبة لجويلت شوف، ولكن هنا كرة لمصلحة نادي النجف. هدف أول بعد مواجهتين سابقتين كانت بالتعادل السلبي. اليوم الأهداف موجودة، الأهداف حاضرة في مواجهة الفريقين. سجل جويلت شوف يغير الأمور،
وقد يعود النجف. هذه كرة داخل منطقة الجزاء، فرصة مؤاتية خطيرة. الله، ضاعت فرصة التعادل لنادي النجف. مرت الكرة الماضية كانت فرصة مؤاتية لمعادلة النتيجة. لاحظ هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، فرصة أمامية مرة أولى مرة ثانية، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. فرصة كانت بالإمكان أفضل من ما كان. يا رضا فاضل ضيع الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. تبقى النتيجة بهدف لمصلحة نادي النفط. فرصة كانت مواتية أن يعود النجف بعد مرور ولو دقيقة على هدف نادي النفط، ولكن ضاعت. قد نشاهد شيء في الدقائق القادمة. مباراة على الرغم هدوءها، لكن سجل النفط وحرك المباراة، حرك أجواء هذه المواجهة. مباراة بدأت يعني نشعر كأن المباراة بدأت بهدف. لم نشاهد يعني فرص خطرة قبل هدف جويل تشوف، لكن سجل النفط ويحرك المياه الراكدة في هذه المواجهة. شوف هذه الكرة الماضية، سلامة إن شاء الله. التقاء كان عالي للمحترف بصفوف النجف إبراهيم هارون المحترف النيجري. سلامة إن شاء الله. حديث عن طبعا الموسم الماضي مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لهدف، بينما مباراة الأياب الموسم الماضي كانت هنا على هذا الملعب في ملعب الكابتن شرار حيدر، انتهت بالتعادل السلبي الموسم الماضي. لكن اليوم الهدف موجود، مباراة فيها هدف، وقد يكون هناك أهداف قادمة في أحداث هذا اللقاء. كرة أمامية خطيرة ولكن وصلت عند جولي، حسين علي جولي اللي سبق أيضا أن مثل نادي أربيل ومثل نادي كربلاء. هذا علي فايز والاحتراف مع نادي الإخريطيات القطري. كرة أمامية بالراس، عمار غالب. الكرة أمامية لمصلحة نادي النفط. هذه فرصة مواتية لأمادو، ولكن هناك راية مرفوعة وصافرة موجودة، خطأ لغزلان البادية. علي فايز يتحرك، يحاول يجد الرقابة الدفاعية موجودة. تقدم دفاع المتقدم للاعبي النفط، حاول أن يفرض سيطرته وأن يستثمر الوضع ويريد أن يسجل هدف ثاني في هذه المباراة. كرة اللعب عالية داخل منطقة الجزاء، لكنها عادت لمصلحة نادي النجف. الكرة أمامية، تقدم يأتي وسرعة للأمام، لمسة ممتازة وخطيرة وراعة خطيرة لمصلحة رضا فاضل، يحاول ولكن مرت الكرة الماضية. رضا فاضل اللي طبعا سبق والمثل نادي أمانة بغداد. كرة عادت نجفية على جهة اليمين، أحمد نعيم يعود الكرة بالخلف، تمريرات تعود في وسط الميدان من جونيور هارسون. جونيور يلعب الكرة عالية للأمام بالراس والإبعاد. كرة لا زالت من جديد لمصلحة نادي النفط. عمار غالب يتحرك بشكل ممتاز على جهة اليسار. هذا جعفر عبيس عند الكرة يبحث عن رفيق، يعود الكرة بالخلف حسام جاد الله. تمريرات من جديد نفطية ولكنها قوية طويلة، مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى تماس لمصلحة نادي النجف. 43 دقيقة، هدف نجفي. هسه نشاهد هدف نجفي في الدقائق القادمة، نشاهد ونتابع. كرة لمصلحة نادي النفط، حسام جاد الله كابتن نادي النفط.
هل يتمكن من تسجيل أهداف في هذا اللقاء؟ رمية جانبية، كرة من جديد عادت إلى رمية تماس. حديث عن نادي النفط، واللي طبعا سبق وان كان وصيف دوري بالنسبة لنادي النفط خلف نادي الزوراء، ولكن الحديث عن نادي النجف نادي كبير. لنادي النجف كان وصيف الدوري العراقي 3 مرات. يعني اليوم نادي النجف في وضع صعب في هذا الموسم. هذا النادي الكبير نادي النجف اللي كان وصيف دوري، وايضا شارك سابقا في دوري ابطال اسيا. هذه كره داخل منطقه الجزاء، فرصه مواتيه لمصلحه غزلان الباديه، محاوله ولكن الابعاد موجود من الدفاعات النفطيه. لا زالت علي فايز عند الكره، كره عادت من جديد. عمار غالب يغير الاتجاه بشكل ممتاز داخل وفي وسط الميدان من امادو موتاري. كره من جديد عادت لدفاعات نادي النفط. حاول نادي النفط كسب المزيد من الوقت في نهاية هذا الشوط والخروج متقدم بهدف. دقيقتين يضيفها حكم المباراة حسين صبيح كوقت بدل ضائع على نهاية الشوط الأول من هذا اللقاء. كرة لمصلحة نادي النفط، كرة من جديد لمصلحة نادي النجف. كرة عادت بالخلف على جهة اليسار، لعبة الكرة أمامية لا زالت تعود بالخلف عند حارس المرمى حسين علي الجولي. يلعب الكرة عالية للأمام بالراس، لا زالت عادت من جديد لمصلحة نادي النجف على جهة اليمين. يحاول نادي النجف إدراك هدف التعادل قبل نهاية هذا الشوط. لا رمية تماس، هنا جويل تشوف صاحب الهدف المحترف الكاميروني اللي طبعا سبق والمثل نادي القنيطري المغربي. بالنسبة لجويل تشوف كرة لمصلحة نادي النجف، كرة من جديد حاول للمرور بشكل ممتاز نور المصطفى غانم عند الكرة بقدمه اليسار. هذه كرة خطيرة لمصلحة النجف، خطيرة، محاولة، الله على كرة ضاعت، فرصة مواتية ضاعت لمصلحة نادي النجف، فرصة لإدراك هدف التعادل ضاعت على نادي النجف. لاحظ هذه الكرة الممتازة والخطيرة إبراهيم هارونا، فرصة كانت بالإمكان أن تسجل لمصلحة محمد حسن ولكن ضاعت ومرت على محمد حسن في الكرة الماضية. كانت فرصة ممكن أن يعود بها نادي النجف. إذن أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، تأتي صافرة الحكم حسين صبيح معلنة عن نهاية هذا الشوط بتقدم نفطي بهدف على نادي النجف. أيها الأحبة إن شاء الله نلتقي مع بداية الشوط الثاني، استراحة قصيرة ثم لنا عودة. محاولة الآن، مسس، معروفي، غيث، عالية رأسية، الله للأنيق، مسرور
مسوبة سايمون برأسية رائعة بشباك نادي القاسم. سجل الطلبة الأنيق عن طريق سايمون مسوبة يسجل ويفتتح التسجيل للطلبة. لاحظ الكرة معروفي. الله للطلبة للأنيق. ذكرنا بالكبير حسين سعيد، ذكرنا بعلاء كاظم وبأهدافه الجميلة. الله ذكرنا بيونس، ولو يونس لعب موسم وحيد اعتقد للطلبة في آخر لقب 2001. ذكرنا بالأسماء الجميلة للطلبة للأنيق. معروفي عالية وخطيرة والرأسية وثاني لعلاء عبد الزارع. الأنيق الطلبة لعلاء عبد الزارع للأنيق. علاء عبد الزارع محل السهرة للأنيق للطلبة بثاني أهداف الطلبة عن طريق الدولي السابق. لاحظ علاء ورأسية رائعة، حافظ للهدف. علاء عبد الزهرة مع الطلبة مع الأنيق وبهذا الهدف الجميل. سجل علاء ثاني للأنيق، ثاني للطلبة. خلاص أمنوا النتيجة. حكم المباراة يطلب من الجميع المغادرة، ونحن نقف على أعتاب ركلة الجزاء التي يتقدم إليها محمد قاسم. محمد من أجل فرحة في المعقل. الله، السفينة أصلحت وعادت جارفة، فليحذر الجميع. بادرة العودة في الجنوب بدأ بها الميناء، بدأ يسير في طريقها وبدأ يذهب على السكة المعهودة للانتصارات. هدف أول يدون وركلة جزاء تجعل هذا الرجل يضع الميناء في مقدمة المباراة. في بداية المباراة يسجل هدف أول في وسط الشوط. كرة قوية جميلة، ركلة جزاء مركزة والعمواس يحاول وخطأ لا يغتفر من المدافع. وهنا محمد قاسم يتقدم إلى الأمام ليضعها في الشباك، وبعد زاخو والشرطة والموصل يضع هدفا رابعا في مرمى النجف ليضع في سجلاته هذا الهدف الذي. القرع أن يتقدم المغربي وأن يفتتح التسجيل أمانة بغداد. تأتي هنا التحضير، هنا العرضية وهنا الراسية لا زالت مستمرة، وهناك صافرة وخطأ. صافرة حكم المباراة نعم تشير لخطأ بعد التدخل، وهنا يبدأ الاحتراز من اللاعب كمال. هذا التدخل نشوفه بنعاته. شاهد هنا الارتقاء وهنا الرأسية، وكمال القرع هل اشترك مع الحارس أمجد رحيم. شاهد هذه الإعادة. كانوا يظنون بأن هنالك تسلل، ولكن لا وجود للتسلل بعد المرور بهذه اللقطة وبعد هذه العرضية. اشترك اللاعب كمال القرع مع الحارس وسقط أمجد رحيم أرضا بهذه اللقطة بعد ما عبرت براسية اللاعب منتظر عبد السادة. نعم بالكعب للخلف أسكنها المرمى بهذه الطريقة، وارتدم أو اصطدم الحارس في ظهر اللاعب، كان يعطي ظهره للحارس. وبالآخر قرار حكم المباراة باحتساب الهدف الأول لنادي أمانة بغداد. إذن أول أهداف المباراة ملعوبة لنفط ميسان. تقدم ما بين ديمي وداوود. جول هنا حسين مطر براسية يمطر فيها شباك أمانة بغداد. براسية حسين مطر أسكنها المرمى وعدل نتيجة المباراة بكرة لا تصد ولا ترد من حسين مطر. يعد النتيجة
نتيجة المباراة. حسين مطر الذي لا يكذب خبر، بعد أن أتت الكرة عالية ارتقى عاليا وأسكنها الشباك بهدف يعدل نتيجة المباراة قبل نهاية أحداث الشوط الأول. وضعها في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس عمار علي. نعم، هي بسقف المرمى وصعبة جدا كانت على الحارس عمار علي. تعدل نتيجة المباراة وتعيد المباراة. الهدف الثاني غاب عن أجواء المباراة. لا لنفط ميسون. الله، جاء الخبر السعيد من نسيم صيود. ونعم، بهذا النسيم الجميل هنا بملعب ميسان الأولمبي نسيم صيود يصطاد أمانة بغداد ويسجل الهدف الثاني. يصطاد الأسود نسيم صيود بهدف ثاني في المباراة في وقت قاتل لفرسان المملكة. يعلنون الهدف الثاني عن طريق البديل. شاهد هنا الخطأ من عباس ياسين، أعاد الكرة للمدافع، ولكن نسيم لن يكذب خبر. استغل سقوط اللاعب لامين ساماته وتقدم التونسي، اسكنها المرمى، وضعها في الزاوية البعيدة بكرة أرضية قوية يعلن فيها عن الهدف الثاني. ثاني أهداف في المباراة لنادي نفط ميسان عن طريق اللاعب نسيم صيود البديل الذي يشرك من قبل المدرب علي عبد الجبار. يعلن عن الهدف الثاني. تمرير عالية من ادميلسون، الضربة الرأسية خطيرة. الله الصقور لمواصلة التحليق والتمسك في الصدارة. اي نعم، التمسك في الصدارة. صقور العاصمة في كل مكان وزمان. صقور العاصمة في كل مكان وزمان. اي نعم، لمواصلة التحليق والتمسك في الصدارة. اي والله، القوة الجوية، وبضربة رأسية عن طريق محمد جواد يسجل أول أهداف المباراة. يرتقي عاليا ليسجل أول أهداف المباراة. حلوة الكرة الماضية الرأسية الماضية. يرتقي ويسجل ويتقدم القوة الجوية بأول أهداف المباراة. الكرة تنفذ والكرة تلعب، بعد ذلك رأسية. الله الغراف، هدف للسومر الغراف، هدف لأبناء ديقار الحضارة، هدف لأبناء ديقار الحضارة وسومر، هدف التعادل. الله حسن داخل يدرك التعادل. هذه الكرة الرأسية، هذه كرة كوكو على الطاير، وبعد ذلك الضربة الرأسية تأتي من حسن داخل ليدرك التعادل، ليسجل التعادل. 1-1 المباراة الآن. كرة وصلت لوقع، يحاول فيها وقع، يمرر تبادل الكرات. هذه خطيرة للقوة الجوية. الله
الصقور. وفي أي وقت القوة الجوية لا يستسلم. القوة الجوية ونقاط المباراة لا غيرها، لا غيرها. وقاع في الدقيقة 90 يسجل الهدف الثاني. هاتوا خذ كرة في المرمى من قبل البديل. وقاع خلصها. وقاع في الدقيقة 90. وقاع تقدم. وقاع توغل. وقاع سدد. وقاع صوب وسجل الهدف الثاني للقوة الجوية الآن. الهدف الثاني للقوة الجوية في الدقيقة 90. مامادو كرة مقطوعة حبيب. مامادو يحاول كرة خطيرة. هي جول 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 جول. صهيب رعد اللي صنع هدف أول في المباراة السابقة يسجل أول أهداف. القادم من النفط بعد جملة تكتيكية جميلة. صهيب يسدد كرة ويلعبها على يمين الحارس حسين علي ويسجل أول الأهداف بالدقيقة 59 من عمر المباراة. الدقيقة 59 صهيب رعد يسجل أول الأهداف للكرخ. صهيب رعد يسجل أول أهدافه وأول الأهداف للكرخ بالدقيقة 59 من عمر المباراة. شوفوا الكرة اللعبت ارتدت. مامادو توغل. مامادو قطع الكرة من مامادو. برافو. شوف قطع الكرة من بين اللاعبين مار وبيمينه على يمين الحارس حسين علي. يعلن تقدم الكناري بالهدف الأول بالدقيقة 59 من عمر المباراة عن طريق اللاعب صهيب رعد اللي يسجل أول أهدافه هذا الموسم. ركلة حرة لصالح ديالا. نلعب في الدقيقة 90. يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي. ركلة حرة لديالا داخل منطقة الجزاء. يحاول على الأقل فريق ديالا أن يخرج متعادل وهدف التعادل. هدف لفريق ديالا. أيمن محمود بديالا يعود. وهدف تعادل في الدقيقة 90. هدف التعادل في الدقيقة 90 لفريق ديالا.
عودة من جديد أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي لأحداث الشوط الثاني من اللقاء الذي يجمع نادي النفط مع نادي النجف. لمن التحق بنا الآن، الشوط الأول انتهى بتقدم نادي النفط بهدف نظيف. شوط ثاني نتمنى أن نشاهد المتعة والإثارة حاضرة بأقدام اللاعبين بعدما شاهدنا شوط أول كان هادئ نسبيا في الشوط الأول من هذه المباراة، على أمل أن نشاهد شوط ثاني مختلف في هذه المواجهة في هذه المباراة. طبعا تبديل لدينا بالنسبة لنادي النفط وأيضا لنادي النجف، تبديلين بتشكيلة نادي النفط، دخول سامي وأيضا وليد كريم بتشكيلة نادي النفط. كرة أمامية للأمام، تغيرت الأماكن والهدف واحد. نادي النجف على يمين الشاشة بينما نادي النفط على يسار الشاشة. طبعا لدينا أيضا تبديل بتشكيلة نادي النجف، دخول طبعا سجاد علاء الرقم 60. سجاد علاء يشترك بتشكيلة نادي النجف، تبديل واحد بتشكيلة النجف بينما تبديلين بتشكيلة نادي النفط مع بداية الشوط الثاني من هذا اللقاء. نادي النجف يبحث عن تعويض من خلال هذا الشوط، هي الركنية الثانية نعم لمصلحة نادي النفط بهذا اللقاء. كرة اللعب عالية وخطيرة للأمام ولكن الإبعاد. الركنية الأولى جاء من خلالها هدف ولكن الركنية الثانية ضاعت. الكرة لا زالت من هناك لمصلحة نادي النفط على جهة اليسار، محاولة للوصول والتحرك للأمام. عمار غالب يلف ويدور يبحث عن زميل، يعود الكرة بالخلف للدفاعات النفطية، وصلت عند حارس المرمى حسين علي جولي. كرة من جديد حبيب محمد المحترف الغاني، تمريرات جويلة تشوف على جهة اليسار. سيف كريم، كرة مرت إلى رمية تماس لمصلحة نادي النفط. مباراة على رغم هدوءها طبعا في الشوط الأول، الركنية الأولى تمكن وسجل نادي النفط الهدف الأول في هذه المباراة، وبالتالي ربما قد نشاهد شوط ثاني مختلف من هذه المواجهة. كرة لمصلحة نادي النفط، يعود الكرة بالخلف. حبيب محمد محترف الغاني، كرة على جهة اليمين، يلعب الكرة عالية وللأمام لمصلحة نادي النفط، وصلت لدفاعات نادي النجف على جهة اليسار. تحرك يأتي للأمام ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. لاعب نادي النجف الواضح فيها الصورة محمد حسن. طبعا الحديث عن مباريات هذه الجولة، الشوط الأول تعادل سلبي بين نادي ديالى والقوة الجوية، بينما هنا هدف لمصلحة نادي النفط على نادي النجف. وبعد هذه المباراة أربيل سيواجه نادي الميناء ونادي الزوراء بمواجهة نادي نفط ميسان. لكن هنا لدينا كرة لمصلحة علي فائز. علي فائز يلعب الكرة عالية للأمام داخل منطقة الجزاء بالراس والإبعاد. الكرة لا زالت خطيرة لمصلحة غزلان البادي، هذه فرصة مؤاتية ولكن وصلت على كرة عرضية ولكن وصلت عند حسين علي الجولي. كرة بالراس من رضا فاضل، لاحظ هذه الكرة الماضية بشكل ممتاز من إبراهيم هارون ورضا فاضل بالراس. الكرة من جديد عادت عند حارس المرمى محمد أبو خليل، محترف حارس مرمى أردني بتشكيلة نادي النجف، طبعا سبق وان طبعا مثل نادي الفيصلي الأردني، وأيضا مثل طبعا الأهلي والسلط هناك في الأردن. كرة لمصلحة نادي النجف، هل يتمكن غزلان البادي من العودة في الشوط الثاني؟ أحمد نعيم يلعب الكرة عالية
للامام، هذه كره خطيره داخل منطقه الجزاء، فرصه مواتيه، محاوله ولكن الابعاد، هذه فرصه محاوله تسديده ولكن الصدت لا زالت خطيره داخل منطقه الجزاء لمصلحه نادي النجف، فرصه محاوله ولكن الابعاد لا زالت خطيره. كره كانت خطيره من نور المصطفى غانم ولا زالت خطيره، محاوله لمصلحه غزلان الباديه ولكن في الاخير وصلت لدفاعات نادي النفط بالسلامه بالسلامه ان شاء الله لاعب نادي النجف نور المصطفى غانم بالسلامة، بكرة بفرصة هي الأولى لمصلحة نادي النجف مع بداية الشوط الثاني. فرصة كانت بالإمكان أن تكون لمصلحة إبراهيم هارون لنادي النجف ولكن مرت بأمان وسلام على نادي النفط. يبقى التقدم نفطي، وهنا طبعا لدينا كاسب سلطان. ونظرة على هذه المباراة، شوف هذه الكرة الماضية مرة أولى ومرة ثانية، هل كان رضا فاضل في موقف تسلل مع إبراهيم هارون، والإبعاد كان من جويل تشوف ونور المصطفى حاول بالسلامة إن شاء الله لنور المصطفى. طبعا نادي النجف تخيل عزيزي المشاهد قادم من 4 هزائم متتالية بالنسبة لغزلان البادي، موقف صعب لنادي النجف في هذا الموسم، قادم من 4 هزائم متتالية. يعني حتى بالنسبة للأهداف نادي النجف تخيل عزيزي المشاهد لم يسجل هدف يعني في آخر 3 مباريات، وضع صعب جدا لنادي النجف. 4 هزائم متتالية منذ طبعا مباراة نادي القاسم والقرار الاتحادي بانتصار نادي النجف، بعدها 4 هزائم، الخسارة من أمام الكهرباء ونوروز والقوة الجوية والميناء، والنجف لم يسجل أي هدف في آخر 3 مباريات. صعب جدا لنادي النجف في هذا الموسم، يحاول الهروب من المراكز المتأخرة في جدول الترتيب بالنسبة لنادي النجف. ركلة مرمى، حسين علي الجولي يلعب الكرة عالية للأمام، كرة عادت من جديد للدفاعات النفطية، تلعب الكرة عالية للأمام، محاولة ولكن الإبعاد، التغطية الدفاعية حاضرة من الدفاعات النجفية. كرة من جديد لا زالت على جهة اليسار، محاولة للوصول والتقدم من علي فائز، يلعب الكرة للبديل سجاد علاء، سجاد علاء اللي طبعا سبق ومثل نادي الميناء بالنسبة للبديل بتشكيلة النجف الذي اشترك في الشوط الثاني. مرت إلى رمية تماس، إبعاد كان من حبيب محمد المحترف الغاني بتشكيلة نادي النفط. كرة من جديد من محمد حسن، الإبعاد في الكرة الماضية، عاد والكرة مرت إلى رمية تماس، محمد حسن يلعب الكرة للأمام داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة مواتية خطيرة داخل منطقة الجزاء، فرصة محاولة، الله ضاعت فرصة على سجاد علاء، سدد الكرة الماضية ولكنها اصطدت في الدفاعات النفطية في الكرة الماضية، ضاعت فرصة كانت بالإمكان أن تكون لنادي النجف للبديل الذي اشترك في الشوط الثاني. لاحظ هنا الاستلام وهذا التسديد ولكن اصطدت في الدفاعات النفطية. كرة من جديد لحسين علي الجولي، من الواضح في الصورة المحترف موتاري أمادو، المحترف النيجري، وكرة عند حسين علي الجولي. لدينا طبعا محترفين من النيجر في التشكيلة الأساسية من هذه المباراة، الحديث عن موتاري أمادو وكذلك إبراهيم هارون.
كرة داخل منطقة الجزاء، الإبعاد عادت من جديد لمصلحة نادي النفط على جهة اليمين، يلعب الكرة أمامية، حاول المرور، يا سلام هذه كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء لمصلحة نادي النفط مرة ثانية، سدد ولكن مرت على تسديدة كانت خطيرة جدا لحسام جاد الله، ولكن مرت الكرة الماضية، يمان وسلام على مرمى نادي النجف، تسديدة كانت عن طريق حسام جاد الله اللي طبعا سبق ومثل نادي نفط البصرة. الكرة من جديد لمصلحة نادي النفط في وسط الملعب، سامي هين الذي اشترك في الشوط الثاني. هذه هي المباراة. كرة من جديد، يلف ويدور موتاري أمادو، يلعب الكرة بالراس، لا زالت عادت من جديد إلى رمية تماس. كثيرة هي رميات التماس في هذا اللقاء، لكن الحديث هنا طبعا تبديل بتشكيلة نادي النجف في هذه اللحظات. ويلمار كروز يشترك ويغادر إيفياني المحترف الكولومبي، يشترك بدلا من المحترف النيجيري. يغادر إيفياني ويشترك ويلمار كروز بتشكيلة نادي النجف. محترف كولومبي يحاول المدرب جاسب سلطان من تغيير المسار من خلال الشوط الثاني. ويلمار كروز طبعا قادم من نادي كوكوتا ديبارتيفو الكولومبي. كرة من جديد مرة ثانية لمصلحة نادي النجف، عمار غالب، حسام جاد الله. كرة من جديد من علي ماجد في وسط الميدان، حبيب محمد يلعب الكرة عالية للأمام والإبعاد من دفاعات النجفية. سجاد علاء عادت في وسط الميدان مرة ثانية، والكرة أقرب لحسين علي جولي. حسين علي جولي، شوف هذه الكرة الماضية بينه وبين وليد كريم، أصبح هو الكابتن بتشكيلة نادي النفط. كرة من جديد محمد حسن لمحمد أبو خليل، كرة أمامية جونيور هارسون على جهة اليمين، تحرك يأتي لمصلحة غزلان للبادية الصافرة، موجودة خطأ لمصلحة نادي النجف لرضا فاضل. كان أمام فرصة مؤاتية لتسجيل الهدف التعادل في الشوط الأول، ولكن ضاعت ربما في الشوط الثاني. كرة لمصلحة نادي النجف، علي فايز، اسماء الخبرة الموجودة بتشكيلة النجف. تلعب الكرة عالية بالراس والإبعاد. كرة من جديد لا زالت عادت في وسط الميدان، محمد حسن عند الكرة يغير الاتجاه على جهة اليسار لسجاد علاء، يحاول المرور ولكن التغطية حاضرة من الدفاعات النفطية. حاول سامي لمسة للأمام ولكن ممتازة، رائعة جدا التغطية الدفاعية. مرة ثانية حبيب، كرة لمصلحة نادي النفط، سيف كريم على جهة اليسار يشكو من إصابة موتاري أمادو. في الكرة الماضية لاحظ هذه الكرة الماضية، أو هو طبعا محترف الكولومبي ويلمار كروز
بتشكيلة النجف. ويلمار كروز المحترف الكولومبي القادم من نادي كوكوتا ديبارتيفو الكولومبي. كرة بالراس، الراية مرفوعة، الصافرة حاضر، خطأ يأتي بهذه اللحظات لمصلحة نادي النجف. محمد جاسم، شوف هذه الكرة الماضية بينه وبين الكابتن وليد كريم، اسماء الهدافين الموجودين خطرين بتشكيلة نادي النفط. كرة لمصلحة نادي النجف، يلعب الكرة عالية وللأمام بالراس، كرة لا زالت من جديد على جهة اليسار. نتيجة واضحة، هدف لمصلحة نادي النفط. 60 دقيقة مرت يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي. التقدم لمصلحة نادي النفط بهدف. ساعة مرت من عمر هذا اللقاء ونصف ساعة متبقية. ماذا يمكن أن يحدث لنادي النجف أو لنادي النفط؟ هل يتمكن نادي النجف من العودة من خلال الشوط الثاني؟ كرة من جديد، حاول الموسم الماضي طبعا مباراة الذهاب انتهت بهدف لهدف، بينما مباراة الإياب كانت هنا على هذا الملعب انتهت بالتعادل السلبي. ولكن اليوم الأهداف حاضرة في مباراة الإياب من هذا الموسم، موسم 2025-2026. كرة من جديد لمصلحة نادي النجف في وسط الميدان. طبعا بتشكيلة نادي النفط غادر المرمور وغادر جعفر عبيس. كرة من جديد، هذه محاولة وتسديدة ولكن مرت على كرة كانت خطيرة جدا لمصلحة نادي النفط، مرت بأمان وسلام، كانت من موتاري اللاعب المحترف النيجري، سدد كرة كانت بالإمكان أن تكون الهدف الثاني لمصلحة نادي النفط، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. يا موتاري أمادو سدد كرة ولكن مرت على يمين حارس المرمى إلى خارج أرضية الملعب. فرصة كانت بالإمكان أن تسجل لمصلحة نادي النفط ليكون الهدف الثاني. كرة من جديد، لمسة لمصلحة نادي النفط من هناك على جهة يسار نادي النفط. حسام جاد الله يعود بالخلف، موتاري يلعب الكرة على جهة اليمين، حاول من كرار سالم بالراس، لا زالت داخل منطقة الجزاء والإبعاد من الدفاعات النجفية. محاولة لمصلحة نادي النفط. هل يتمكن نادي النفط أن يسجل هدف ثاني ويصعب المهمة على نادي النجف من خلال الشوط الثاني؟ هذه كرة أمامية ولكن التحضير ممتاز من محمد جاسم، وكرة في الأخير عند حارس المرمى. كرة من جديد عادت لمصلحة نادي النفط. بالسلامة إن شاء الله. لاحظ هذه الكرة الماضية لاعب نادي النجف في الكرة الماضية إبراهيم هارون، محترف النيجري من سيف كريم. هل فيها بطاقة صفراء؟ تدخل قوي بالتأكيد. طبعا كل الحالات التحكيمية نتركها للمختصين وأيضا لبرنامج أنت الحكم الذي يعرض على شاشة العراقية الرياضية. رمية تماس، محمد حسن يلعب الكرة أمامية داخل منطقة الجزاء إلى رمية تماس لمصلحة غزلان البادية.
هل يتمكن نادي النجف من العودة من خلال الشوط الثاني؟ علي فايز يلعب الكرة أمامية، من هناك محاولة لمصلحة نادي النجف، محاولة المرور، يلعب الكرة على جهة اليمين. رضا فاضل عند الكرة، يلعب الكرة أمامية، ولكن التحضير من الخلف، إبعاد موجود من الدفاعات النفطية. وصلت عند حارس المرمى محمد أبو خليل، حارس المرمى الأردني. كرة في وسط الميدان، لمسة للأمام لمصلحة نادي النجف في وسط الميدان. علي فايز، علي فايز واحد من الأسماء المميزة بتشكيلة منتخبنا الوطني في خليجي 25 والتتويج بكأس الخليج. إن شاء الله الأفراح تتكرر لمنتخبنا الوطني، وكل الأمنيات والدعوات لمباراة منتخبنا القادمة إن شاء الله، مباراة المفصلية في التأهل إلى كأس العالم. إن شاء الله الأمل موجود والأمنيات للتأهل إن شاء الله، بانتظار الفائز من مباراة الملحق بين سورينام وكذلك بوليفيا إن شاء الله، وسود الرافدين، ونشاهد العلم العراقي يرفرف في المونديال القادم 2026 إن شاء الله في هذا الصيف. بالسلامة إن شاء الله. لاعب نادي النفط في الكرة الماضية علي ماجد، علي ماجد اللي طبعا لديه بطاقة صفراء هو في الشوط الأول، سبق والمثل نادي القاسم. بالنسبة لعلي ماجد تقدم نفطي بهدف نادي النفط، هذا الفريق اللي تأسس في عام 79. أفضل مشاركة في الدوري كانت في موسم 2016-2017 ووصافة الدوري خلف الزوراء، ولكن أما على المستوى الخارجي بالنسبة لنادي النفط يعني وصل إلى الدور 16 في البطولة العربية، وخرج من أمام الهلال السعودي، لكن هو يعني تمكن من إقصاء الصفاقس التونسي في ذلك الموسم مع المدرب حسن أحمد. كرة من جديد لا زالت، عادت في وسط الميدان لمصلحة نادي النجف. هذه كرة أمامية، ولكن الإبعاد والتدخل والإبعاد. كرة لا زالت من جديد بالرأس، متبادلة بين هذا وذا غير مستقرة. كرة من جديد لمصلحة نادي النجف على جهة اليمين. دورينا الذي لم يتوقف منذ طبعا مباريات كأس العرب، بعض المباريات كانت جميلة حقيقة في دورينا، شاهد مباريات فيها إثارة، فيها مستوى، فيها أهداف. بعض المباريات نشاهد فيها تعادل سلبي ومستوى هادئ، ولكن إن شاء الله الوضع نحو الأفضل لدورينا. كرة لمصلحة نادي النجف، يلعب الكرة عالية وللأمام. حاول رضا فاضل عند الكرة، يبحث عن مساندة، يعود الكرة بالخلف. نور المصطفى، نور المصطفى غانم يغير الاتجاه من هناك، يحاول لمصلحة نادي النجف. الصافرة موجودة، خطأ بهذه اللحظات لمصلحة نادي النجف، لمصلحة محمد حسن. هنا البطاقة الصفراء موجودة، بطاقة صفراء تأتي على موتاري أمادو، هي البطاقة الصفراء الثانية على نادي النفط، بينما الثالثة في المباراة. موتاري أمادو المحترف النيجري اللي سبق واللعب لنادي الفيصل الأردني.
يا سلام والابعاد. عادت عند حارس المرمى محمد ابو خليل. محمد حسن باليسار يلعب الكرة عالية وللامام بالراس. سجاد علاء يحاول. عادت لمصلحة نادي النفط. الكرة الماضية كانت عن طريق علي ماجد. رمية تماس لمصلحة نادي النفط. النفط أول موسم بدور الأضواء كان في موسم 87-88. بالنسبة لنادي النفط الموسم الماضي نادي النفط كان في المركز السادس 59 نقطة. الموسم الماضي بالنسبة لنادي النفط. بينما نادي النجف الموسم الماضي كان بالمركز 14 ب 46 نقطة. ولكن في هذا الموسم الوضع صعب لغزلان البادية. غزلان البادية وصل في الدوري العراقي 3 مرات، موسم 95 96 2005 2006 2008 2009. وضع صعب. كرة خطيرة أمامية ولكن وصلت عند جولي. دوري أبطال آسيا المحطة الأبرز في تاريخ نادي النجف. كان قاب قوسين أو أدنى حتى من التأهل إلى الأدوار الإقصائية. يعني في وقتها فاز على السد ذهابا وإيابا نادي النجف. وهذه طبعا نتيجة تاريخية تحسب لغزلان البادية. فاز ذهابا 4-1 و1-0. تعادل مع نادي نيفتش الأوزبكي بهدف لهدف في أوزبكستان. هذه طبعا نتائج نادي النجف في دوري أبطال آسيا في ذلك الوقت. تاريخ كبير لغزلان البادية. تحدث عن علي هاشم، حيدر نجم، صالح سدير، نور صبري مثل نادي النجف في فترة من الفترات، الكبير ناجح حمود، حيدر عبودي، كرار جاسم، غني شهد، هاتف شمران، يحيى علوان، مظفر جبار. أسماء كبيرة بتاريخ نادي النجف. كرة اللعب عالية وخطيرة ولكن جولي الإبعاد. الكرة لا زالت من جديد، لا زال النجف يحاول في الشوط الثاني من هذا اللقاء. سجاد علاء. كرة مرت. التقدم نفطي. النجف يحاول معادلة النتيجة ولكن الأمور صعبة. شوف هذه الكرة الماضية وتدخل ممتاز من حسين علي جولي بعرضية ممتازة من محمد حسن وحسين علي جولي والإبعاد. جويل تشوف المحترف الكاميروني اللي يمثل نادي كربلاء والقنيطري. لكن هنا تبديل بهذه اللحظات. علي الرضا حيدر بهذه اللحظات ومحمد زامل. يشترك بهذه اللحظات. كرة من جديد لمصلحة نادي النجف. محمد زامل وكذلك علي الرضا حيدر بتشكيلة نادي النجف. يحاول نادي النجف معادلة النتيجة في آخر ربع ساعة متبقية على نهاية هذا اللقاء. أحمد نعيم في الكرة الماضية. أحمد نعيم اللي طبعا سبق ومثل نادي النفط. شوف هذه الكرة الماضية وتدخل ممتاز
من سيف كريم. سيف كريم اللي أيضا سبق والمثل نادي الحدود. حسن حمزة سيشترك بهذه اللحظات بتشكيلة نادي النفط. كرة من جديد، وكذلك محمد عدنان. حسن حمزة وكذلك محمد عدنان سيشتركون بعد لحظات بتشكيلة نادي النفط. تبديلين بدفعة واحدة يدفع بها المدرب عادل نعمة. بتشكيلة نادي النفط. آخر ربع ساعة يغادر حسام جاد الله، ويغادر أيضا عمار غالب، ويشترك بهذه اللحظات حسن حمزة ومحمد عدنان بتشكيلة نادي النفط. موتاري أمادو. كرة من جديد. رضا فاضل غادر بتشكيلة نادي النجف، وكذلك نور المصطفى غانم. كرة لمصلحة نادي النفط. كرار سالم في وسط الميدان. وليد كريم تلعب الكرة أمامية. بالراس، والإبعاد في الكرة الماضية. لا زال يحاول نادي النجف في آخر ما تبقى من هذا اللقاء، يحاول معادلة النتيجة. لا شك الأمور صعبة على نادي النجف. النتيجة هناك لا زالت سلبية بين نادي ديالى ونادي القوة الجوية، وهنا تقدم نفطي بهدف. كرة اللعب للأمام. حاول بهذه اللحظات من هناك. طبعا لدينا 4 مباريات مؤجلة ستلعب إن شاء الله في يوم السبت في 21 آذار إن شاء الله من هذا الشهر. نادي النفط سيواجه نادي الشرطة، ونادي الزوراء سيواجه نادي أمانة بغداد. بعد ذلك في اليوم الثاني نادي الموصل سيواجه نادي زاخو، وأربيل سيواجه نادي ديالى. هكذا هي مباريات المؤجلة. ولكن مباريات هذه الجولة 22 نادي القاسم إن شاء الله يوم غد تستكمل مباريات هذه الجولة بمواجهة نادي زاخو، ونادي الكرخ سيواجه نادي دهوك. هكذا هي مباريات هذه الجولة. ولكن نادي النجف في المباراة القادمة في الجولة 23 سيواجه نادي الموصل، بينما نادي النفط سيواجه نادي الكهرباء يوم الثلاثاء القادم. يوم الثلاثاء القادم الجولة 23 يوم الثلاثاء والأربعاء. لدينا أيضا ديربي قوي في الجولة القادمة. دهوك سيواجه نادي أربيل في ملعب نادي دهوك، وأيضا مواجهة أخرى صعبة في الجولة القادمة. زاخو سيواجه نادي القرمة، مواجهة صعبة بالتأكيد، مواجهة قوية. لكن قبل ذلك في اليوم الأول يوم الثلاثاء طبعا لدينا مواجهة أيضا ودربيات كبيرة، مواجهة الشرطة مع نادي الطلبة، وأيضا مواجهة الغراف مع نادي الزوراء يوم الثلاثاء القادم. مواجهات صعبة في الجولة 23. تأكيد مباريات قوية، ونتأمل أن نشاهد مباريات جميلة
في دورينا والصراع موجود في جدول الترتيب على المراكز المتقدمة والمتأخرة، والنجف يحاول، هذه فرصة خطيرة ولكن الإبعاد. الإبعاد في الكرة الماضية من جولي. النجف يحاول، النجف يبحث في آخر 10 دقائق متبقية لمعادلة النتيجة. كرة على جهة اليسار، علي فايز يحاول يعود بالخلف من جديد. محمد حسن بقدمه اليسار يلعب الكرة عالية للأمام، الكرة لا زالت من هناك، وصلت لمصلحة نادي النفط. الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس لاعب نادي النجف الكرة الماضية المحترف ويلمار كروز. شوف خطير جدا إبراهيم هارون، ولكن جولي ينقذ الموقف في اللحظات الأخيرة. الله على كرة ممتازة من سجاد، وهنا إبراهيم هارون وجولي في الموعد. حاول محمد حسن، وتاري أمادو في وسط الميدان لنادي النفط. استلام وتحضير ممتاز، خطيرة وليد كريم، فرصة للهدف الثاني خطيرة، ولكن لا زالت التغطية حاضرة من الدفاعات النجفية. محمد حسن، تقدم يأتي للنجف في الكرة الماضية. هنا صافرة، مخالفة وخطأ بهذه اللحظات لمصلحة نادي النجف. لمصلحة نادي النجف يبحث غزلان البادية عن عودة. هل يعود غزلان البادية في هذا الشوط؟ علي فايز، علي فايز على تنفيذ هذا الخطأ. علي فايز كانت لديه طبعا تجربة في الدوري التركي مع ريزا اسبور التركي، ايضا مثل نادي الإخريطيات القطري، وكذلك نادي القادسية الكويتي. تجربة وخبرة لعلي فايز على تنفيذ هذا الخطأ لمصلحة نادي النجف. تلعب الكرة عالية داخل منطقة الجزاء، فرصة مواتية، ولكن هذه كرة خطيرة من هناك. هل فيها ركلة جزاء؟ ركلة جزاء لمصلحة نادي النجف. فرصة الآن مواتية لمعادلة النتيجة. ركلة جزاء لمصلحة غزلان البادية. علي فايز بكرة عرضية، بعد ذلك يحصل على ركلة جزاء بتدخل قوي في الكرة الماضية، كانت من حبيب محمد، وركلة جزاء لمصلحة نادي النجف. تدخل قوي على علي الرضا حيدر، ولكن بالتأكيد ننتظر القرار النهائي من المتواجدين في غرفة الفار، يوسف سعيد وكذلك حيدر عبد الحسن متواجدين في غرفة الفار. هل فيها ركلة جزاء لمصلحة غزلان البادية؟ فرصة الآن للعودة لمصلحة غزلان البادية، لمصلحة النجف. هل سيعود نادي النجف؟ هل فيها ركلة جزاء؟ نشاهد ونتابع. يبقى القرار والرؤية ومتابعة الحالة بدقة أكثر من مرة من المتواجدين هناك في غرفة الفار. النجف الذي بقى يحاول عن معادلة النتيجة. الآن ربما سيحصل على ركلة جزاء بهذه اللحظات لمصلحة النجف.
يبقى القرار. لاحظ هذه الكرة الماضية اللي كانت بين حبيب محمد المحترف الغاني وعلي حيدر. علي حيدر اللي طبعا سبق ومثل الطلب. ننتظر القرار. فرصة الآن لمعادلة النتيجة لنادي النجف. النجف بعد 4 هزائم متتالية في الدوري. هل سيعود؟ طبعا لو تحدثنا عن التعادلات لنادي النجف، النجف تعادل في مباراة وحيدة في هذا الموسم مع نادي النفط في الجولة التاسعة. أما مباراة القاسم قد كسبها بقرار اتحادي. إذن ركلة جزاء، ركلة جزاء على التنفيذ. علي فايز على تنفيذ ركلة الجزاء لمصلحة نادي النجف. فرصة الآن لمعادلة النتيجة. نادي النجف فرصة للعودة، فرصة لانطلاقة نادي النجف بدءا من هذه الجولة أن يعود من جديد ويسجل. إبراهيم هارون على تنفيذ ركلة الجزاء لمصلحة نادي النجف. تركيز عالي، تركيز عالي للاعبي نادي النجف في العودة من خلال هذه ركلة الجزاء. نادي النجف الذي لم يسجل أي هدف في آخر 3 مباريات، الآن فرصة لتسجيل هدف من خلال هذه ركلة الجزاء. إبراهيم موسى هارون يتقدم. إبراهيم جول، جول، هدف العودة، هدف العودة يأتي لمصلحة غزلان البادية. سجلها الغزال إبراهيم هارون يسجل بهذه اللحظات. نادي النجف يثبت هي الروح هي من تحرك الأقدام. يسجل بهذه اللحظات الغزال إبراهيم هارون يسجل هدف لمصلحة نادي النجف. النفط يشتعل ولكن بنيران النجفية عن طريق إبراهيم موسى هارون. جول يأتي لمصلحة نادي النجف، هدف يبعثر الأوراق، هدف يغير الحسابات. النجف يرفض أن يكون رقما عاديا، بالتأكيد النجف هو الرقم الصعب. العودة لمصلحة غزلان البادية. 1-1 ولا واحد أفضل من واحد. سجل إبراهيم موسى هارون هدف العودة بهذه اللحظات. 1-1 الآن. العودة لمصلحة نادي النجف. يغادر موتاري ويشترك كرار رزاق. موتاري أمادو يغادر. موتاري هو عنده بطاقة صفراء وبالتالي غادر المباراة. يشترك كرار رزاق. 1-1 ولا واحد أفضل من واحد. هكذا هي نتيجة اللقاء. كرة من جديد لمصلحة نادي النجف على جهة اليمين. لمسة للأمام، يحاول يتحرك يتقدم يريد العودة. نادي النجف، ماذا لو سجل نادي النجف الهدف الثاني في آخر ما تبقى من هذه المباراة ويحقق انتصار؟ سيكون غالي جدا وثمين لجمهور النجف الكبير الذي ينتظر أن يعود هذا النادي الكبير كما كان، أن يعود وينافس في المراكز المتقدمة في جدول الترتيب. كرة على جهة اليمين، يا سلام، كرار رزاق داخل منطقة الجزاء، فرصة مؤاتية ولكن الإبعاد موجود. لا زالت من هناك الصافرة موجودة، مخالفة خطأ يأتي بهذه اللحظات لمصلحة النجف. للقمصان البيضاء على غير العادة أن نشاهدهم بالقمصان الزرقاء، ولكن مع القمصان البيضاء اليوم هنا تبديل يأتي بهذه اللحظات. عبد الله حسن يشترك ويغادر إبراهيم صاحب الهدف.
ابراهيم هارون يغادر يشترك بهذه اللحظات. عبد الله حسن، الكرة من جديد، الابعاد في وسط الميدان، يبدو لي 5 دقائق يضيفها حكم المباراة حسين صبيح كوقت بدل ضايع على نهاية هذا اللقاء. الكرة من جديد لمصلحة نادي النفط. وليد كريم يعود بالخلف في وسط الميدان، لمسة وتحرك للأمام. سامي هين للنفط، هل سيعود؟ كرار سالم عالية داخل منطقة الجزاء والإبعاد من علي فائز. كرة من هناك سجاد علاء يلعب الكرة أمامية، أقرب لحبيب محمد. كرة لمصلحة كرار داخل منطقة الجزاء لمصلحة نادي النفط، ولكن مرت تغطية ممتازة من الدفاعات النجفية. محمد جاسم إلى ركنية. 5 دقائق أضافها حكم المباراة كوقت بدل ضايع. سنلعب حتى الدقيقة 95. حديث لحكم المباراة والتحذير لحبيب محمد المحترف الغاني، كان متسبب بركلة الجزاء. علي فايز اللي سبق والمثل نادي الطلبة والشرطة. ركنية بهذه اللحظات. كرار رزاق، كرار على تنفيذ الركلة الركنية. كرة اللعب عالية على مستوى القائم الثاني، هذه كرة بالراس وخطيرة، فرصة جول. فرصة الهدف الثاني ضاعت لنادي النفط، ضاعت على وليد كريم. كان بالإمكان أن يسجل هدف ثاني سيكون غالي، لكن ضاعت بينما الفرصة لا زالت مواتية لمصلحة نادي النفط. فرصة خطيرة داخل منطقة الجزاء، ولكن الإبعاد لا زالت. كرار سالم بعرضية داخل منطقة الجزاء، محاولة ولكن الحضور الدفاعي هنا. تسديدة باليسار مرت إلى خارج أرضية الملعب، ويبدو هناك حالة تسلل. هل هناك حالة تسلل أم هناك مخالفة؟ البطاقة الصفراء موجودة بهذه اللحظات على لاعب نادي النفط. محمد عدنان يتلقى البطاقة الصفراء بهذه اللحظات. هي طبعا ربما ثالث بطاقة صفراء تأتي على نادي النفط. هذا كرار رزاق، هنا العرضية، هنا الرأسية. وليد كريم والقائم بقى ثابت على اللون الأبيض مع الضيوف النجف. ارتدى اللون الأبيض مع الضيوف نادي النجف، بالتالي ضاعت فرصة محققة للتسجيل لنادي النفط. 1-1 في أحداث هذا اللقاء. لكن نتحدث عن آخر مواجهة حضرت فيها الأهداف بين الفريقين كما قلت كانت في الجولة الأولى في موسم 24-25، انتهت بالتعادل 1-1. اليوم أيضا نشاهد نفس النتيجة 1-1. في ذلك الموسم سجل النجف دومينيك مندي وسجل النفط أحمد صبري، ولكن اليوم 1-1. الهدف الأول ربما تم احتسابه بالخطأ في المرمى من حارس المرمى حسين علي جولي، وسجل للنجف عن طريق ركلة جزاء إبراهيم موسى هارون. واحد. النتيجة هي الأقرب في هذا اللقاء، يتقاسمون نقاط المواجهة.
نادي النجف سيكون في النقطة 11، بينما نادي النفط سيصل إلى النقطة 25 في جدول الترتيب. كرة من جديد لمصلحة نادي النفط، أمامية من سامي هين، محاولة وفرصة للعودة، ولكن يبدو المباراة أقرب للتعادل الإيجابي بهدف لهدف. كرة اللعب عالية وللأمام، ولكن كل شيء وارد في عالم كرة القدم. ممكن قد يعود النجف بهدف ثاني. كرة مرت إلى رمية تماس، ويلمار كروز المحترف الكولومبي. إذن أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، تأتي صافرة حكم المباراة حسين صبيح معلنة عن نهاية هذا اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف بين نادي النجف ونادي النفط. أيها الأحبة، كان معكم يوسف جميل معلقا واصفا على أحداث هذا اللقاء، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في أحداث قادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.